معلمه، وبحاول ان انا اخليه يعني جزء من الحصه نصيحه للطلاب. فلو نيجي نتكلم في موضوع المعازف والاغاني، بيكون الرد هو ليه الموسيقى حرام. ربنا لما بيجي بيحرم لنا حاجه زي الخمر وغيره بيكون فيها ضرر للانسان. فليه الموسيقى مضره بالنسبه لنا؟ يعني اولا الادله القويه على ان اولا اذا قال الله قولا او قال الرسول قولا لا ينبغي لاحد ان يعترض على قول الله وقول رسول الله، هذا الاصل عندنا. ثانيا عن الاستدلالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون علم أنها حرام. أيضا قال الشيطان، قال الله لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا من أصوات المعازف داخلة فيها. ثالثا عن المضار من وراء الموسيقى أنها تهيج على الحرام، تهيج على فعل الحرام. ولا شك أن الأغاني الفاسدة والمصاحبة بالموسيقى تهيج الكامن وتساعد على الفواحش والعياذ بالله. نعم فهمت الشيخ. طيب هو بالنسبة كمان الأحاديث أو الحديث ده إسناد قوي، لأن دايما لما بنيجي نتكلم في الجزئية يقال إن الأحاديث دي قليلة وبعدين عفوا يعني زينا الأصل عام آخر. هل كان الرسول عنده بربة تشتغل به ولا الصحابة؟ هل كان رسول الله وأصحابه يعزفون أو يعزف أمامه عليه الصلاة والسلام؟ هذا أصل